الثالثة، وتعرضت سفينته إلى هجوم من قبل القراصنة، وانتهى به الأمر في لابوتا، جزيرة عائمة يسكنها أصحاب النظريات والأكاديميون يعتقدون أنهم أفضل من باقي سكان الأرض، وتسمى بالنيرابي. كانت أبحاثهم ودراساتهم في لابوتا وبالنيرابي ليست على أساس علمي ولا عملي، كما كان سكان المكان بعيدون تماما عن الواقع. وفي رحلة جانبية قصيرة إلى جالب داب دريب، استطاع جاليفر أن يشهد استحضار شخصيات من التاريخ مثل يوليوس قيصر وغيره من القادة العسكريين، ووجد أنهم أقل إثارة للإعجاب مما هو عليه في الكتب. وزار لاجناجيانز وسترالد براغز والأخيرون كانوا عبارة عن شيوخ مخلدون، وكانوا يثبتون أن العمر لا يجلب الحكمة على الإطلاق. واستطاع الرحيل إلى اليابان ومنها إلى إنجلترا مرة أخرى. وأخيرا في رحلته الرابعة انطلق جاليفر كقائد